كيليان امبابي احنا مش عايزينك، اطلع بره ريال مدريد. ريال مدريد حلو من غير كيليان امبابي، ريال مدريد بيكسب من غير كيليان امبابي. كيليان امبابي هو اللي اثر على كل فرقه هو كان بيلعب فيها، وكل غرفه ملابس هو كان متواجد فيها. ده الكلام اللي طالع من الصبح من جماهير المفروض ريال مدريد، مع اني مش متفق ان دول جماهير ريال مدريد واتكلمت في النقطه دي، بس انا جاي اتكلم في حاجه تانية خالص. معلش ركز معايا. على الجانب الاخر خوسيه فيليكس دياز صحفي موثوق جدا، كلامه موثوق جدا زي فابريزيو رومانو مثلا، يقول لك ان ريال مدريد بياخد اجازه فترات طويله جدا، زي النهارده كده ما كانش فيه تدريبات والمعلم كان مديهم اجازه، زي الاسبوع اللي فات من نفس اليوم تقريبا كان نفس الحكايه، وكيليان امبابي راح يتمرن لوحده. قصه ان هو سافر، قصه ان هو كان بيتفسح، والقصص دي واحد كان مصاب، واي لعيب مصاب بيعمل كده، وانا مش بدافع عنه، بس انا جاي اكلمك عن نقطه واحده بس. الراجل راح يتمرن النهارده كل ده عشان يلحق الكلاسيكو، وقبل كده برده كان بيروح يتمرن وهو مصاب او وهو لسه راجع من الاصابه عشان يلحق ماتش مهم. هو مش مفيد للمنظومه دلوقتي مع فينيسيوس جونيور ومع باقي زمايله مع المدرب ده مش عيب منه، ده عيب من المدرب. عارف ان مبابي اناني، وانا بطلع انتقد كتير ان هو بيشوط كور كتير المفروض يبصيها، وعارف ان هو مأثر على المنظومه بتاعت الفريق زيه زي لعيبه كتير حواليه بالمناسبه. لكن تفكير اداره ريال مدريد ان هي تبني مشروع على الراجل ده وفينيسيوس جونيور الاتنين جنب بعض، وكل الاخبار من الاداره بتقول ان مفيش اي شك في استمراريه الراجل ده او فينيسيوس جونيور، فكل اللي بيحصل ده هرتلى على الفاضي. عايز رأيي انا؟ المفروض نفكر انهي مدرب فعلا يقدر يمشي منظومه فيها الاتنين دول وبلينجهام وباقي النجوم. محتاجين نفكر في المهم، ما نشغلش بالنا بحاجات جانبيه. الفريق محتاج راجل مش اراجوز.